عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة شاباتي المهدية، حاجة بنة ولا أروع بالحق. بنة بنة بنة. دونك هبط لكم بالتفصيل وبطريقة ناجحة. البات ياسر بنينة. نشوف مع بعضنا الطريقة والمقادير. دونك أول حاجة عندي 500 جرام فرينة، عندي مغرفة كبيرة سكر، عندي باكو خميرة خبز، عندي 3 مغارف زيت زيتونة ومغرفة صغيرة ملح، وعندي لهنا الماء باش نحل فيه باكو الخميرة ومغرفة كبيرة سكر. دونك باش نحركهم ونخليهم اكوتي حتى لين يضاعف الحجم متاعهم. لهنا عندي 500 جرام فرينة باش نحط عليها مغرفة صغيرة ملح، وبعد ما ضاعف الحجم متاع الخميرة كما تشوفوا باش نصبها مع هذاك الملح والفرينة ونخلط. لهنا باش نبدا نضيف الماء بشويه بشويه، عينكم ميزانكم الماء كل فرينه وكيفاه. من بعد كيف تبدا تتعجن باش نحط 3 مغارف زيت زيتونه، وهذه البات نتاعي بعد ما حضرت. حاجه ياسر بنينه، ما تخليوهاش يابسه برشا وما تخليوهاش جريه برشا. لهنا بعد ما ضاعف الحجم نتاعها حطيتها تخمر لمده ساعه. كما تشوفوا كيفاه التكستور نتاعها جات. ولهنا باش نبدا نشكل في الكويرات نتاعي نتاع الشاباتي. دونك باش نحط شويه زيت زيتونه في البلاتو ونخليهم اكوتي، ونبدا نشكل في الشاباتي نتاعي. لهنا عندي الحشو نتاعي، عندي لهنا سلامي، عندي هذيا فريدو، وعندي فروماج كاري وموتزاريلا تون هريسه، وباش نزيد شويه بصل مقصوص. ولهنا عندي كعبات عظم مسمطهم وربيتهم بالطريقه هذه. وتوا نبداو في الطريقه. دونك حضرت الطاجن نتاعي اللي باش نعمل فيه الكعيبات الشاباتي. لهنا نحط شويه زيت في البلان دو ترافاي باش من بعد كيف نجيو نهزو كعبات الشاباتي نتاعنا ما يلصقوش في وسط فوق البلان دو ترافاي. دونك حطيت شويه هريسه باش نحط فروماج بريزيدون هذيك المثلثات، باش نحط شويه بصل ونحط شويه عظم مسموط، واللي يحب باش نحط شويه تون. لهنا ما حطيتش بصل وما حطيتش جامبون على خاطر كل واحد والشوا نتاعو في الدار. دونك باش نخليكم تشوفوا الطريقه. حطيت الفريدو، الهريسه، زيت الفرماج، زيت العظم، التون. كما قلت لكم راهو الحشو افوتر شوا. دونك هذوكم لي كوتي زايدين نحاولوا نقصهم اذا كان جاونا زايدين. لهنا بعد ما طابوا كما تشوفوا، دونك نحاولوا ننزلوا جيست على الاحراف، ما ننزلوش في وسط الحشو، جيست هذاك الحرف نتاع كعبه الشاباتي. دونك باش نخليكم تشوفوا الطريقه. لهنا حليتها بيدي، ما استعملتش القلقال تلمو البات ياسر تحفونه وياسر جات طريه. نجموا تحلوها بيديكم، ما تستعملوش القلقال. وحاولوا ما تحلوهاش بالزيت زيتونه على خاطر كيف تحلوها بالزيت زيتونه ومن بعد كيف تجيو تهزوها في الطبق باش تطيبوها تنجم تتقطع معاكم على خاطر تلمو البات ياسر طريه وما تجيش خشينه كما تشوفوا. لهنا كيف باش نقص هذوكم الاحراف الزايدين. وهذه هي كانت الريسيت نتاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتير على رايكم. جات ياسر بنه على بنه بالحق، بنينه ياسر. بالنسبه لكعبات الشاباتي تحاولوا انكم طيبوهم على لي تروا فاس كما تشوفوا انا بالطريقه هذه. لهنا حبيت نوريكم كعيبه من داخل جات بنه على بنه. شهيه طيبه للناس الكل وبسلامه.